السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني من اخر فيديو، والنهارده بجيلكم بروتين جديد وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. روتين النهارده بقى من الروتينات العميقه كده. بما اننا في اخر الشهر فبحب اعمل تنظيفه كده عميقه للتلاجة علشان اعرف ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي. اعمل جردل الفريزر وجردل التلاجة عشان وانا بشتري المشتريات بتاعه الشهر اعرف بقى ايه انظم الدنيا ازاي وايه اللي محتاج ان انا اجيبه. وقلت بقى دي تبقى اول الفيديوهات كده بتاعت التنظيفة العميقة للشقة. قلت ابدأ بقى بالتلاجة كده ونبدأ بقى بالدواخل بتاعت الشقة علشان تسهل علينا الدنيا يعني. واهم حاجة الحاجات دي عشان بجد بتاخد وقت يعني لما بتخلصيها بتحسي ان انتي ارتحتي. فيلا بينا بقى نبدأ الفيديو. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنت الحلو. ويلا بينا نبدأ الفيديو. التلاجة بقى زي ما انتوا شايفين كانت بقى ايه فيها ردة ومتبهدلة كده. بس وبعد كده بقى رحت شايلة الرفوف بتاعة التلاجة. قلت انضف التلاجة من جوه كويس واسيبها بقى تتهوى، اكون انا خلصت غسلت الرفوف بتاعة التلاجة والادراج وكده. وتكون التلاجة ارتاحت يعني من الغسيل وكده قبل ما احط الفيشة ونرصها. بس انا بنضف التلاجة هنا بحبة صابون سائل وحبة خل صغيرين خالص، من غير بقى خلطات اللي هي البيكنج باودر والحاجات دي. بجد انت لو عايزة يعني تبهدلي تلاجتك وتبوظيها فانت استخدمي الخلطات دي، بجد بتأثر من عمر الحاجة بتاعتك سواء بقى تلاجة غسالة. الحاجات دي كلها وبتبوظ التلاجة يعني يعني بتقلل من كفاءة التلاجة. فهو بس كفاية حبة صابون سائل مواعين عادي وحبة خل، بجد بتنضف لك التلاجة. والخل كفاية ان هو يعقم لك التلاجة، ولو في مثلا اي ريحة مش حلوة بيديلك عليها خالص. يعني الخل اصلا بيتحط في كل الخلطات اللي بيخلي الحاجة ريحتها حلوة وبيعقمها، فكفاية اوي الخل والصابون. انا هنا غسلت التلاجة بليفة ناعمة، مش اللي هي السلك الناشفة دي عشان ما تجرحليش التلاجة. وكان في كده تفاصيل في التلاجة ما الليفة طبعا مش هتوصل لها، فالفرشة دي بتسهل وبتنضف، بتدخل في الحتت اللي انت متعرفيش تجيبيها بالليفة. فبجد حلوة قوي. هو الفريزر عندي كان نضيف هو الردة بس، لان انا مش بخلي التلاجة ان هي تبقى مثلا ريحتها مش حلوة او فيها بقع جامدة. لان مثلا لو في حاجة وقعت في التلاجة او كده او على اي رف بمسحها على طول في ساعتها علشان ما يلزقش، وكمان يخلي التلاجة بتاعتي ريحتها مش حلوة. وساعات كده برضو في الشهر ده ان انا مش بهمل في التلاجة خالص، لا انا مثلا ممكن اشيل الحاجة اللي فيها واعملها برضو، اغسل الرفوف وهي في التلاجة عادي بالليفة وامسحها من غير بقى ما اشيل واحط، برضو بترجع نضيفة وبتبقى يعني زي الفل بصراحة. وهنا بقى كنت خلاص غسلت الفريزر ونزلت تحت على التلاجة. ممكن مثلا لو الفريزر عندك فيه مثلا يعني حاجات ناشفة في الفريزر ممكن برضو تعمليها تدعكيها كده بالليفة على طول وتخلي عليها الصابون والخل، هيخليها تدوب في ثواني. واهم حاجة برضو وانا بغسل التلاجة بيبقى اللي هو الكاوتش اللي في التلاجة ده بيبقى من جوه فيه ردة وحاجات كده بتبقى من الفريزر بيبقى فيه. فلازم قوي ان انا ايه انضف الكاوتش، عشان ممكن في ناس بتنسى ان هي تنضفه، لا بس انا لازم انضفه عشان بلاقيه مليان ردة. وهنا بقى كنت خلاص صبنت التلاجة كلها وهبدأ بقى ان انا ايه امسحها كده بحتة. ممكن تمسحي فوطة او الحتة برضو اللي هي الميكرو فايبر دي، بجد بتمتص على طول الصابون وتمسحها وبتخليها تلمع. وهنا بقى كنت خلاص ظبطت التلاجة من جوه وخليتها زي الفل. خليها بقى افتح باب الفريزر وباب التلاجة واخليها بقى تنشف براحتها كده، واخش بقى ايه اعمل الرفوف. انت لو عندك بانيو ممكن تنقعي فيها الرفوف بتاعتك لو هي مش نضيفة يعني، والبانيو بيسهل جامد جدا يعني بيسهل عليكي، بيبقى مثلا تعرفي تغسليها براحتك. بس انا عشان مش عندي بانيو فبغسلها على الحوض عادي، بس بخلي بالي لان الرفوف بتاعتي ازاز، فبصراحة بخاف قوي فببقى اتعامل معاها بحرص يعني. وبغسلها برضو بالليفة مش بالسلك خالص لان ده ازاز وممكن يتخربش كده ويبقى شكله مش حلو. فالليفة بصراحة بتنضف، وزي ما انتوا شايفين الرفوف ما كانتش متبهدلة خالص لان انا بفرش عليها المفارش بتاعة التلاجة دي هتشوفوها.
بجد بتحميلي التلاجة جامد جدا، وبشيل الرفوف كأني لسه غسلاها، مبيبقاش فيها اي حاجة، هي بس الحروف دي ممكن يبقى فيها ردة فيها بتاع، هي دي بس اللي بتبقى مش نضيفة. فانا غسلتها كده بالليفة على طول، وكمان بالفرشة عشان برضو فيها تفاصيل كده لازم اعملها بالفرشة، عشان بين الازاز وبين البلاستيك بتبقى مش نضيفة، فالفرشة بتنضفها لي على طول. وبشطفهم واخليهم بقى يتصفوا كويس، وبعد كده بقى ايه هندخل نرصهم في التلاجة. التلاجة حاجة أساسية، بس لازم شيء لابد منه، لازم تنضفيها على طول. لأنها زي المطبخ، زي أي حاجة في الشقة لازم تنضفيها، ما ينفعش تسيبيها مثلا فترة طويلة. ده بقى اللي هيخلي الناس اللي بتشتكي ان التلاجة مثلا ليها ريحة او كده، لا لازم تنضفيها على طول، علشان بجد ما مش يعني مش هتشملها اي ريحة مش لطيفة خالص. فانت ايدك يبقى فيها على طول في الحاجة، ما تخليش ان هي تتكوم على بعضها، فيها هتلاقي الدنيا معاكي حلوة وسهلة، وكمان هتنضفيها على طول، مش هتاخد منك مجهود كبير يعني. بس بقى دخلت رصيت الأرفف في التلاجة. انا ما بحب يعني بسوي الرفوف، ما بخليش مثلا رف كبير ورف صغير، لان انا خالص مش بحب ان انا احط الحلل في التلاجة، لان انا يعني بعد ما بفضي الاكل بفضيه في علب تلاجة، ما بسيبوش في الحلة، بجد ما بحبش الحركة دي خالص. فالعلب في التلاجة كده برصهم، ومش بحتاج بقى ان انا مثلا اوسع رف او حاجة. ودي بقى المفارش اللي انا بقولكوا عليها، بجد تحفة تحفة تحفة، حلوة قوي وخفيفة. كان في مفارش كده كنت جايباها بلاستيك تقيل، فسمعت ناس بيقولوا ان المفارش غلط على التلاجة فشلتها. بس بصراحة المفرش بيدي للتلاجة شكل حلو، وكمان بيحافظ لي على التلاجة. بجد بيحافظ لي على الرف، مش بيلاقي عليه مثلا اي بقع او اي حاجة خالص. بس وبدأت بقى ارص الحاجة في التلاجة، او الرف ده بحط عليه الخضار. ما بحبش احطه في الرف اللي تحت، لان الرف اللي تحت ده تحس ان هو عامل زي الديب فريزر كده، بيجمد الخضار وبيبوظه. فبحب احط الخضار في الرف اللي فوق في علب كده او منظمات زي دي. ولو عايزه الخيار مثلا والحاجات اللي هي بتبوظ على طول دي، تفرشي تحتيها مناديل، مناديل بتمتص الرطوبه من الخضار ويعيش اطول فتره يعني. بس الفترة دي حلوة قوي قوي، جربيها كده في الخضرة في اي حاجة، بجد بيخليها تعيش يعني في التلاجة. والرف اللي تحت حطيت فيه علبة سمنة، وكان فيه كده علبة فيها عسل. ورصيت بقى اللي هو باب التلاجة، حطيت البيض والكاتشب والمايونيز المعلبات دي يعني. وتحت بقى ده برطمان سمنة حطيته في الباب برضو، لان ما بيجيش طويل، ما بيجيش في الرفوف من جوه. ورصيت بقى الازايز، وانا كنت رصه الفريزر نفسه، عشان كانت الحاجه قربت تسيح فخفت عليها، رحت رصاها على طول. رصيت فوق العيش والخضار، وتحت بقى اللحوم والحاجات دي. بس وكده بقى كنت خلاص رصيت التلاجة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامة.